رمية تماس. بيمي بشار وصلت لبسام، لبشار داخل منطقة الجزاء. هذا الشوط هنا صفاء، تمرير مصطفى محمد، كرة لمصطفى. بسام شاكر واحد من الاسماء اللي استدعى. ضربة راسية عادت لصفاء. بسام يحاول من خلال هذه الكرة. المنتخب الطاجيكي وكان ممكن ان يسجل في اللقطة الماضية وحتى في الشوط الاول كانت لديه محاولات خطيرة. محمد رضا مع علي عدنان، تمرير الان لبسام. صفاء يسدد لكن الكرة مقطوعة. بسام كرة الى الخارج. بسام شاكر حاول والمحاولة جيدة كانت ولكنها الى خارج ارضية الملعب الى ركلة مرمى. تسديدة اللي كانت من بسام، لم الكرة باليمين وسد امام فريق النجف، وانتهى بفوز النجف بهدف مقابل لا شيء سجل علي هاشم امام منتخب طاجكستان، وذكرت في عام 1997. واللقاء الثالث امام منتخبنا كذلك لقاء. وصلت لبسام. بسام يحاول من خلال هذه الكرة، قطع عن طريق بسام. يلا يا بسام، تغيير اتجاه اللعب ولكنها تغييرات مستمرة حتى لمنتخب طاجكستان. بينما بسام، حسين علي لذرغام، ذرغام يحاول تمرير الآن. بسام لذرغام، يلا يا ذرغام، يحاول ولكن الكرة مقطوعة. بعد ذلك كرة مقطوعة على خارج أرضية. لاعب الرقم 15 باراتوف. ذرغام، حسين علي على عبد الزهرة. حسين علي، كرة ملعوبة الآن. محمد رضا لبسام مع محمد رضا. محمد تمرير لبسام، خطيرة. كيف مرت هذه الكرة؟ كيف ما سجل منتخبنا؟ ضياع لي الفرص بالجملة والله. شوف بسام، ومرت من امام ايمن، وبالتالي ضياع لي الفرص من خلال الشوط الثاني بالجملة والله. قطع للكرة. بسام يحاول، صافرة وخطأ. ذرغام، شوف الإعادة، الخطأ اللي كان لبسام شاكر مرة أخرى. المحاولة الآن أحمد إبراهيم